معلش. حسدوك يا شابوه على موضوع التلامس ده. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، واتمنى تكونوا مهتمين بعبادتكم قبل المسلسلات. النهاردة هنتكلم عن مسلسل فن الحرب، والنظرية هتحاول تحرق المسلسل وتخمن هدف زياد الرابع اللي واخد فلوس قد التلات اهداف التانيين اللي هما جاسر رضوان وهاشم الفحام وياسمين النشرتي. بس قبل كل ده هنلخص حلقات المسلسل السبعة اللي فاتوا، تحديدا الحاجات المهمة مش الحشو، وهنحلل شخصية زياد نفسيا. بس برضو قبل كل ده اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس علشان تشوف حلقات تانية في المستقبل ان شاء الله. ويلا بينا بيبدأ مسلسل فن الحرب بلمحة من حياة زياد سعيد، بنشوف ذكائه اللي بيقدر يستخدمه في النصب. زياد مهووس بكتاب فن الحرب، وبيقرر يستخدم الاستراتيجيات اللي فيه ويطبقها على حياته واهدافه الشخصيه. زياد بتجمعه علاقه بمي ما تفهمش علاقه ارتباط ولا صداقه ولا ايه، وبيقرر بمساعدتها يجمع 4 اشخاص كل واحد فيهم شاطر في حاجه. والاشخاص دول هم صفيه، وهي مزوره ورسامه وشغاله في بنك ومطلقه وعندها بنت مش عارفه تصرف عليها. وتامر مهندس كمبيوتر مفلس، وبسبب الافلاس ده مراته وابنه بعدوا عنه. وسيد الجوكر حياته بايظه وبيشتغل ساحر في سيرك. والرابع محمد ناصر اللي عامل دور ممثل مغمور مش فاكر اسمه في المسلسل كان ايه. وبنكتشف ان العامل المشترك في ال4 اشخاص دول انهم حطوا فلوسهم في اراضي بشكل استثماري في شركة اسمها ارض المستقبل، واتنصب عليهم. وبيجمعهم زياد ويقول لهم ان هو كمان اتنصب عليه، وابوه اتحبس بسبب الفلوس اللي العيلة خسرتها من الايداع في ارض المستقبل. وبعد كده بيقول لهم انه هيرجع لهم فلوسهم وفوق نصيب كل واحد 10 مليون جنيه. وبيحدد لهم زياد الاهداف اللي كانوا مشاركين من الباطن في شركة ارض المستقبل، وبيعرفهم واخدين كام، وبيتفق معاهم انه هيسرق من كل حد منهم الفلوس اللي نصب على الناس فيها، وهيرجع الفلوس لاصحابها. والاهداف دول هم جاسر رضوان وياسمين النشرتي وهاشم الفحام. وبيقول لهم ان في طرف رابع في الحكايه لسه مش معروف، والطرف ده واخد فلوس قد ال3 اشخاص التانيين مجتمعين مع بعض. وبعد كده بنلاقي واحد في مشهد OTS كده مش بنشوف وشه، بيقول لياسمين في واحد بينخرب وراكي وورا الباقيين، وبيحاول يعرف نصيب كل واحد. وبعدها ياسمين بالطريقه بتعرف ان الواحد اللي بينخور هو زياد. وبعدها بنكتشف ان زياد اصلا يبقى ابن توفيق ابراهيم صاحب شركه ارض المستقبل اللي اتقبض عليه. وبنكتشف ان توفيق اتلفق له تهمه كل الفلوس اللي اتسرقت من الناس بشكل صوري، والافراد اللي جوه الشركه هم اللي اخدوا الفلوس دي وفلتوا، اللي هم ال4 اهداف. وبنكتشف ان اللي كانت مرات توفيق في الفتره دي كانت ياسمين النشرتي. فكده اصبحت ياسمين عرفت ان اللي بينخور وراها هو زياد ابن طليقها القديم. وهنا بنكتشف ان هدف زياد مش انه يرجع الحقوق لاصحابها علشان ينصر العدل، انما بهدف انه يخرج ابوه من السجن عن طريق انه لما يرجع الفلوس للناس الناس تتنازل عن القضايا. وطبعا بيكون زياد مخبي حكايه انه ابن توفيق دي على الافراد اللي شغالين معاه، بيبقى قايل لهم كمان ان هم مش هياخدوا فلوسهم الا في الاخر خالص بعد ما يرجع كل الفلوس من النصابين لاصحابهم. ولو جينا نبص بصة على شخصية زياد هنلاقيها شخصية فريدة جدا ومميزة حتى كشخصية يختارها يوسف الشريف، لأن زياد إنسان أناني لدرجة فوق الوصف، بيفكر في مصلحته ورغباته بشكل رهيب، ومساعده على كده ذكاء، وده سبب له نوع من المتعة والغرور. وبنعرف كمان مع الأحداث إن مي كانت شغالة سكرتيرة عند أبوه في شركة أرض المستقبل. وخليط الذكاء مع الأنانية مع الغرور مع كتاب فن الحرب اللي زياد مهووس بيه كون عند زياد سمة مهمة جدا ونمط، وهو استغلال ضعف الضحية اللي قدامه وتوجيه ضربات متتالية ليها ورا بعض. وطبعا ده اعتمادا على ذكائه وثقة في نفسه، بحيث الضحية ما تلحقش تاخد نفسها ولا تفوق ولا تستجمع قواها. وكتاب فن الحرب كان بينصح باستخدام المبدأ ده. فهتلاقي سون تزو، يا رب اكون بقول اسمه صح، بيقولوا بيأكد على مبدأ المطاردة الحثيثة او استراتيجية الإبادة. والمبدأ ده هو قايم على استغلال نقط ضعف العدو وعدم اعطائه فرصة للراحة، تحديدا لما يكون العدو بيدور على الراحة ومحتاجها. وده بالظبط اللي كان بيعمله زياد مع جاسر رضوان مثلا، خبطة ورا التانية ورا التالتة، يبيع له فيلا بورق مضروب ويخليه يحاول يبيعها ويعمل نفسه جاي يشتريها، ويبقى زارع مي علشان تاخد عمولة الزبون اللي هو مثل شخصيته، ويكشف الخطة دي قدام جاسر ويعمل انه اتقبض عليه، ففلوس جاسر تتصادر بحجة ان الحكومة هي اللي اخدتها، ويطلع ان اللي اخدها هو زياد، ويطلعوا مش حكومة في الاخر. وبعدها يعمل نفسه طعم لجاسر ويخليه يمسكه فيبلغ عنه بجد المرة دي، ويتمسك متلبس فيتسجن، فما يلحقش جاسر يفوق من الخبطة ورا التانية ورا التالتة. كل استراتيجية دي ليها تفسير نفسي مش مجرد تطبيق لكتاب فن الحرب وبس. والتفسير النفسي ده هو تأثير الفائز، اللي هو عبارة عن سيل من المتع بتتفرز في الدماغ لما الشخص بيلاقي ضحيته عاجزة تماما، فبيستغل عجزها وبيستغل نشوة انبهار الناس اللي حواليه. وده بيظهر مثلا في ماتشات الملاكمة والمصارعة على سبيل المثال، ولكن نقدر نطبقه على وضع زياد كمان. وهنا النظرية بتقول ان جرعة تأثير الفايز دي هتعرض زياد للخطر من فرط النشوة، وهتوقعه في خطوات مش حاسبها، وهتدخله في مرحلة تانية اسمها
الاجهاز او الزخم او الاوفر كيل، بيعمل فيها الشخص سلوكيات استغلاليه لضعف ضحيته وعجزها، ولكن غير متناسبه مع اخطاء الضحيه، انما زياده عن اللي الضحيه تستاهل بسبب الطمع والاندماج. زي ما بنشوف المجرم كده وهو بيطعن الضحيه بعد ما موتها فوق ال10 طعنات، وده برضو اللي متحذر منه في كتاب فن الحرب. مؤلف الكتاب زي ما نصح ان الشخص لازم ما يديش فرصه لعدوه انه يرتاح، نصح برضو ان بعد ما نضمن الانتصار ما نافورش في تضييق الخناق على العدو ونسيب له مخرج، لان لو بالغنا في الافتراء على عدونا بيشوف مؤلف الكتاب ان الضحيه او العدو اليائس بيفيض بيه من كتر تضييق الخناق عليه، وبيعرف انه كده كده ميت مفيش مفر من ده، فبيلوش وهو عارف انه خسران، وبيقول عليا وعلى اعدائي، وبيعمل سلوكيات عدوانيه وخطيره جدا بدرجات محدش يتخيلها، لان اللي بيحرك العدو اليائس هنا هو اليأس مش الرغبه في الانتصار. فبالتالي لو احنا افورنا وضغطنا عليه اكتر واكتر ده هينعكس علينا بخسائر زي ما انعكس عليه. والنظريه بتقول ان زياد مش هيركز في النصيحه دي من كتاب فن الحرب في الحلقات اللي جايه. اما بقى لو جينا نسال مين هو الهدف الرابع اللي بيحرك باقي اهداف زياد وواخد فلوس قدهم كلهم مجتمعين، هيكون الاستنتاج المنطقي ان هو الشخص اللي كان بيكلم ياسمين في العربيه في اول حلقه وبيحذرها، وهيكون الاستنتاج المنطقي برضو ان هو الممثل ده ايمن الشيوي، لان الملامح باينه من بعيد ولانه بيطلع مع يوسف الشريف في مسلسلاته. ولكن ده مش كفايه بالنسبه لواحد زي الشابو، لازم يكون فيه تويست قوي كعاده يوسف الشريف، وزي ما هم نفسهم معترفين بده وهم بيتكلموا عن المسلسل. والنظريه بتقول هنا ان التويست هيكون ان في الحقيقه الطرف الرابع في الحكايه هو زياد نفسه مش ايمن الشيوي. النظريه بتقول ان زياد كان موكل شخص بالنيابه عنه ياخد فلوسه ويغسلها له ويدخلها له شركه ارض المستقبل بتاعه ابوه وينصب من خلالها على الناس، لكن بدون نيه اذى لابوه. والشخص ده هو الوحيد اللي يعرف بالموضوع ده من زياد وكاتم اسراره، لان زياد انقذه من الموت زمان. والشخص ده النظريه بتقول انه هيكون وليد فواز، لانه من ضمن كاست العمل ومكتوب على موقع السينما وظاهر انه ضيف شرف. والنظريه بتقول ان الشخص ده برضه ما كانش مشارك في شركه ارض المستقبل بنفسه، انما هو وكل الموضوع لايمن الشيوي ينوب عنه، فكده اصبح ايمن الشيوي يعرف وليد فواز وبيدور له الفلوس لكن ما يعرفش زياد. هتقول لي طيب ازاي زياد ما يعرفش ايمن الشيوي وازاي ما قدرش يعرف اسمه من خلال وليد فواز؟ هقول لك هنا تبدا النظريه الكبيره. النظريه بتقول ان زياد لما حط فلوسه مع وليد حطها مع ايمن يدورها له بالنصب على الناس، ولكن بدون ما يعرف زياد اي مصادر او تفاصيل. وبعدها ايمن طمع في الفلوس وخلص على وليد، واصبحت الفلوس من الباطن في رصيد طرف مجهول، وزياد ما يعرفش مين الطرف المجهول ده ولا يقدر يقول دي فلوسي، والا هيبقى بيكشف نفسه ويكشف ان هو مشارك في غسيل اموال ونصب. وبعدين بعد خبر موت وليد بيتصدم زياد وبيحس انه عاجز لتاني مره، بعد ما حس بالعجز لما كان في امريكا وابوه انقذه من القضايا اللي اترفعت عليه. ومش بتقف الصدمه لحد هنا، ما بيتحركش زياد الا لما بيكتشف ان ابوه توفيق ابراهيم لبس تهمه النصب من كل الاطراف بما فيهم الطرف الناقص اللي معاه فلوس زياد. فاصبح كده طار زياد مضروب في اتنين، عاوز يرجع فلوسه اللي مش عارف الطرف اللي خدها مين من وليد، وطار الانتقام لابوه وهدف انه يخرجه من السجن. فبالتالي لو بتسال مين الطرف الناقص الحقيقي فهو زياد، اما لو بتسال عن الواجهه والفاترينا فهو ايمن الشيوي. اما في النهايه النظريه بتقول ان بعد ما زياد هيوصل لايمن وياخد فلوسه هيغدر باللي شغالين معاه، مش غدر تماما يعني قد ما هو هيرجع لهم فلوسهم لكن بدون ال10 مليون اللي ضحك عليهم وقال لهم عليه. ومش بس كده، ده هيهددهم يتنازلوا عن القضايا اللي ضد ابوه، وهنا هيكون تضييق الخناق عليهم بالشكل اللي حذر منه كتاب فن الحرب. فلما يحسوا انهم ما عندهمش حاجه يخسروها واتضحك عليهم من زياد زي ما اتضحك عليهم قبل كده من شركه ارض المستقبل، هيبلغوا عن زياد ويضحوا بالباقي من حياتهم، او على الاقل واحد منهم هيبلغ ويتهور ويبيع الكل وزياد هيتسجن. ولكن مين بقى هيقرر يخرجه وهيطلع لسه عايش؟ بالظبط كده، وليد فواز. وفي النهايه لو عجبتك النظريات دي او على الاقل فهمتها اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس، وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات واقتراحاتك للحلقات اللي جايه، ومتفق معايا بنسبه قد ايه في نظرياتي. وعندك اكونتاتي الشخصيه في الوصف لو حابب تتواصل معايا في اي حاجه، وعندك لينك المصادر والتشخيصات النفسيه، وعندك حسابات الشغل لو عاوز تعمل فيديوهات اعلانات بالذكاء الاصطناعي. وسلام. برضو عايز اضيف ان المونتاج بتاع الحلقات بتاعت فن الحرب اوحش من المونتاج بتاعي، يعني كل شويه بيحط لك افكتات كده، وكمان الموسيقى التصويريه طول الوقت